النهارده موضوعنا موضوع من العيار التقيل جدا. بنتكلم عن ازاي تعمل عقد او كونتراكت انجينيرنج مع شركات او مع كاتب ديكور او اي حد هيشطب لك او هيعمل لك مشروعك او بيتك او شقتك او الحته اللي انت عايز تعمل لها تشطيب. لو انت مهتم بالفيديو ده ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتشترك في القناه واستنانا بعد البرومو. هنشوف مفاجاه من العيار التقيل اللي انتم متعودين عليها وحاجه جميله جدا ليكم انتوا متابعينا الكرام. السلام اتكلمنا بقى عن البرومو واتكلمنا في الحته المهمه قوي اللي احنا قلنا عنها ازاي ابتدي اتعاقد. لو انا عميل انا هحط نفسي مكان العميل، لو انا عميل وهبتدي حد هيشطب لي او شركه هتيجي تشطب لي، ازاي ابتدي اتعاقد مع حد. احنا عندنا اكتر من كذا نظام، وده يا عيني مشكله ان ايه، العميل بيقعد يذاكر كتير جدا وفي الاخر بيبقى مدروخ ومش واخد باله وياخد على عينه عشان هو عايز يلعب على ستايل معين او على حاجه معينه اللي هي باقه او غير باقه. وانا جاي اشرح لك الحته دي ازاي ما يضحكش عليك وازاي ما تستفاد من النقطه دي كلها. عايز اقول لك هتستفاد ازاي او ما يضحكش عليك او ما تاخدش على دماغك. انا يهمني كل الموضوع ده كله. طب ما ناس كتير قوي بتيجي تقول لي طب ما انت ممكن تعمل كده. لا، انا ما بشتغلش بالطريقه دي، انا بشتغل بطريقه تانية او باسلوب تاني هقول لك عليه، وافضل طريق يريحك في طريقه التعامل دي كلها. طيب عامة في مصر هنا عندنا أكتر من كذا سيستم إن الناس بتتعاقد بيه أو تشتغل بيه عشان تبتدي تتعاقد معاها أو تشتغل معاها في تشطيب كمهندس أو كشركة أو الكلام ده كله. طيب عشان أنا كشركة أو أنا كعميل دلوقتي عندي مساحة شقة وعايز أروح أشطبها، فببتدي ألجأ لحد، في عندك حد هيجي يقول لك إيه، بس لما تيجي نعاملك بالباقة وبالمتر وأريح لك وإيه كده، هو كده ضحك عليك ودخل لك إيه المكسب بتاعه جوه المتر، مع العلم ان انت معكش تصور ولا معاك اي تصميم ولا تكوين للفراغ بتاعك. فانت بالنسبه لك الفراغ كده كل سنه وانت طيب، انا كده ايه بديك انت مش عارف اي حاجه. معذره يعني للشركات اللي بتعمل الكلام ده كله، لان هو هيجي يقول لك الباقه الفولاذيه والباقه البرونزيه والباقه اللولبيه، هيقول لك الكلمتين الحلوين دول وهيشتغل عليك اشتغاله جميله جدا. طيب انا مثلا فور اكزامبل، يعني انا دلوقتي لو انا عندي شقه مثلا ال 120 متر هتعمل اوضتين وصاله، 150 متر اوضتين وصاله، لما انت تضرب لي الاكس المتر في الاوضتين وصاله في ال 120 زي الاكس في ال 150، ايه اللي زاد عليا؟ حبه سيراميك. مش هي دي الرقم اللي يضاهي الرقم ده كله. جزء بسيط من دهانات، مش هو ده الرقم اللي يضاهي نفس القصه. المفروض لو انا بعمل مثلا، لان معظم الشركات او معظم الناس اللي بتتعامل بالطريقه دي فتيجي تقول لك ايه، ما هو المساحه بتزيد، فانت يا عيني بتبقى انت ايه عايز تحسبها خلصانه كده وتبقى متشفته، والموضوع ايه بالنسبه لك، المتر ب 1500 جنيه ب 2000 جنيه ب 3000 جنيه. طب انا لو عندي 120 متر اضرب 120 في 3000 او في 2000 جنيه، هم قلت له صوره انا هجيب كام باب؟ ما هو عدد الباب. بس انا حسبت، لو انا هحسبها لك بقى سر او كصنعه، طب ما انا هجيب الخمس، عندي كام اوضه؟ عندي 4 بيبان، 5 بيبان، هم نفس الخمسه في يعني لو هنقول اوضتين وادي ريسبشن وادي معاك حمامين، ادي 5 بيبان تمام، او 6 بالمدخل الرئيسي. طب السته دول هم ثابتين لغايه لما تبقى الشقه 150، وهم ثابتين لما الشقه كانت 100 متر برضه، يعني من اول 100 متر لغايه 150، فالست بيبان دول ثابتين. هل سعرهم اختلف؟ ما هم في نفس التكلفه واحده. فطب انت ازاي بتحاسبني على لما سعر المتر يزيد بتاخد مني اكتر؟ خليك عميل مميز، خليك فاهم انت بتدفع ايه مقابل ايه. ما تخليش حد يشتغلك، ما تخليش حد يضحك عليك، ما تخليش حد ان انا يستغل عدم جهلك يعني معرفتك بالامور ويشتغل عليك بالنقطه دي. طيب ده رقم واحد. رقم اتنين، لما اجي انا مثلا، انا شرحتها لك بمثال بسيط قوي، يعني الدهانات معلش، يعني هو الراجل المصنعيه اللي عمل 120 متر زي 150 متر، والله لا تعب شويه، الفرق قد ايه؟ كومبير مش كتير قوي. المكسب ده دايما داخل للعميل، ده لو راجل بيتقي ربنا وبيشتغل بما يرضي الله. بما ان كمان ان هو كمان في نظام الباقه انت مفيش، هقول لك على مفاجاه خلي بالك منها عشان تكمل معايا الفيديو في الاخر. ايه هو العقد او هو ايه الكونتراكت ما بينك وما بينه؟ هيقول لك سبيكس ويكتب لك حبه مواصفات وحبه ديتيلز وهجيب لك قاعده ايديال، ما هو في قاعده ايديال ب 800 وفي قاعده ايديال ب 2000 وقاعده ايديال ب 10000 جنيه، فايه الفرق في القصه دي كلها؟ فانا مش مستفاد بالمنطقه دي كلها. طيب
خلينا نتنازل عن الكلام ده كله ونخش بقى في موضوع تاني، او ايه، اللقطه او البلوكه او المقاوله زي ما بيقولوا. ايه الشقه دي والله يا باشا هتكلفك يعني ايه 150,000 جنيه، على ايه بقى ان شاء الله 200,000 جنيه؟ ازاي انت يعني السحر اللي حسبتها ب 200,000 جنيه تقدر تشطبها ب 200؟ يعني لو هنتكلم على شقه مثلا ال 120,000 تقدر تشطبها ب 200، وتقدر تشطبها بنص مليون، تقدر تشطبها بمليون، وتقدر تشطبها ب 100,000 جنيه برضه، تقدر تشطبها ب 70,000 جنيه. انا هعمل لك ايه؟ انت مش عارف. انت هتفرح بالرقم واقول لك هعمل لك جبسن بورد واعمل لك اعلى حاجه يا باشا واعمل لك انا بديك اللي يغري عينيك، اللي هو يزغلل عينيك بالبلدي كده. اللي عايز يضحك على حد فبيحط له الرتوش الحلوه الجميله عشان يشتغل عليها. طيب انت كعميل بقى بالنسبه لي انا دلوقتي هتضمن احنا كتبنا وتعالى يا باشا نكتب عقد. يعني هنا بقى في الباقه في اللوت او توتال كوست زي ما بيقولوا او المقاوله، تعالى نكتب عقد. فانت خلاص كده مرتضي بالكلام ده كله. برضه انت برضه هيضحك عليك. طب انا اعمل ايه يا باشمهندس؟ انا سؤال ايه دايما بيجي لي مسجات، هو انتوا بكام؟ انتوا بتعملوا ايه؟ متركم ماشي على كام؟ يا عم انا ما ببيعش قوطه، ولا ببيع خيار مخلي اللي هو تخبط عليا وتقول لي انت بكام. انسى اللي انت بتتعامل معاه على السوق وعلى الانترنت والكلام ده كله. عشان تتقي الله وتبقى عارف شغلك ماشي ازاي، رقم واحد معاك رسمه، اولا بلان الشقه، حصر كمياتك، ديزاين، بعد كده نبتدي نتعامل. ازاي يا باشا نحدد الاسعار دي؟ انا دلوقتي هو انت مقاس جسمك مش ثابت. يعني حضرتك لو بتعمل فستان حضرتك تعمل فستان او حضرتك تعمل بدله، مقاس جسمك ثابت. انت دايما مرارا وتكرارا وانا بقولها لكل العملاء بتوعي والناس المميزه معايا وعارفه كده احنا بنتعامل لغايه اخر لحظه. باشا هو انت مقاس جسمك واحد يختلف حجم كميتك او حجمك؟ لا طبعا. يبقى اصبح المساحات والكميات ثابته، لكن اللي اختلف معايا التصميم والخامه والصنعه. الثلاثه دول هم اللي اختلفوا. طيب انا بقى راجل ساحر قيمتهم لك. هقيمهم ازاي؟ لو انا بديك انا كتهامي، لو هتيجي تقول لي مثلا شقه 120 متر هديك اعلى سعر عشان انا هحط اعلى حاجه. انا خايف تحط اعلى مقترحات. طب انت هتوافق؟ لا مش هتوافق. طب هتيجي نرجع تاني، طب ما سعرك عالي ننزل، هديك اقل سعر وهسيبك في النص، هتوافق؟ لا مش هتوافق. يبقى بما يرضي الله وبما ان احنا نتعامل ان انت الطريق الصح اللي لازم تمشي عليه، لازم يكون معاك تصور. بناء على التصور ده تعرف تهامي غالي ولا مش غالي، تهامي اكس ولا مش. عنده اكس ده بجنيه، عنده تهامي ده بجنيه، وعند حد تاني بنص جنيه، بس بنفس الفاسيلتي اللي هاخدها بنص جنيه. وانا كراجل فاهم هبقى فاهم الحته دي. طيب يعني من غير رسم 3 دي انسى النظريه دي واعتبر نفسك انت بتلبس في اكبر حيطه في حياتك، لانك انت ده مجهودك وتعبك يا باشا بترميه في الارض. لو انت شقاك مستهون بيه ومش فارقه معاك فخلاص ما تدورش وما تتفرجش وما تتابعش الفيديو وما تتابعش مع حد تاني، وروح لاي حد هيقول لك بالباقه ولا هيقول لك ب 800 ولا هيقول لك ب 1200 ولا هيقول لك الكلام ده كله. طب ما احنا هندفع التصور ده ال 3 دي ده. ايه ناس كتير بقى يجي لك سؤال ايه لولا لي كده، طب ما انا مش مستفاد بيه حاجه. لا يا باشا انت مستفاد بيه ايه؟ لو انت حطيت عندك 14 15 بند، حطيت على كل بند سيفنج ماني، يعني تحافظ عليه جزء منه. لو قسمت الرقم التوتال بتاع الرسمه على الرقم ده، اصبح انت بقى معاك بتحافظ على فلوسك بفلوسك، احرص القصب بقصب بالبلدي كده لما جدودنا كانوا بيقولوها لنا. طيب بناء عليها نشتغل. انا هاجي اقول لك من غير رسمه تصور 3 دي افهم ان احنا كده بنبتدي نعك. انت عايز كده خلاص هنبتدي انا وانت نخش في ريسك. لو انا عندي بقى بطيء ضميري تحت الاختبارات، ولو انا اشتري وزني يا باشا انت ما تزعلش بقى، ما انت ما فيش حاجه ربطاني. انا كنت هعملها كده وهي كده احلى حاجه. مفيش كنترول، مفيش كتالوج، مفيش ستايل، مفيش اي حاجه. انواع الماتيريال مش متحدده، فانت بالنسبه لك كده كل سنه وانت طيب لو انا بنفذ لك الشغلانه. طيب يبقى احنا زي ما احنا بنتكلم احسن طريقه بقى المفاجاه الجميله دي لازم نعمل تصور 3 دي. ما عملناش 3 دي وعليها المواصفات بتاعتك اللي هتشتغل بيها وحصر كمياتك. انت عندك كميات من كل حاجه قد ايه، ويتعمل لك عرض تحليل كل حاجه. والله مثلا انا على سبيل المثال لما باجي اشتغل، انا الشقه دي سي مثلا 120 متر، ففيها مثلا ارضيات او بورسلين او سيراميك، عندي توتال اكس لكل حاجه. تعالى نلعب المتغيرات دي مع بعض. يعني ايه نلعب المتغيرات دي مع بعض؟ هنحط السيراميك ده عندي توتال، فعندي كذا وكذا وكذا، اوضه غرفه ريسبشن عاملين توتال
كذا. طب احنا عايزين نقلل البادجت، يبقى نقلل الريسبشن. عايزين نقلل بالبادجت مثلا نقلل في الغرف، وهكذا. تعال نخش في حاجه تاني، الدهانات نفس القصه، الجيبسون بورد، فانا هعمله في الريسبشن بس. طب انا راجل مقتدر وعايز اعمل شكل حلو قوي في الشقه كلها، هعمل تاتشات حلوه في الريسبشن وفي الاوض وفي الغرف. طب انا عايز اقلل الكوتيشن، هبتدي انا كاستمايز عليك، انا بعدل نفسي عليك. غير كده انسى يا باشا، انسى واعتبر ان الموضوع وانت بتاخد اكبر شلوت في حياتك، ومعذره ان انا بقول الكلمه دي، بس هو ده للاسف، هو ده اللي بيحصل، هو ده اللي هيدور معاك، وهي دي الاحداث اللي هتتم معاك. فانا من واقع التجربه دي انا بقول لك خلي بالك، خلي بالك. وانا عارف ان انا بتشتم، وانا عارف ان انا ناس كتيره قوي بتلومني على اللي انا بعمله ده، بس زي ما انا بتفرج على فيديوهات وبلوجرز ناس تانية بتنصحني في مجالات تانية كتير انا ما بفهمش عنها حاجه، واجبي عليك ان انا اقول لك ان انا خد بالك من الحته دي. هل معنى كده ان انا بقطع عيشي او الكلام ده كله؟ اتقي الله في شغلك، ربنا هيرضيك وهيرزقك. الحمد لله احنا موجودين وشغالين والحمد لله 100 فل و10. مش بعمل كده يا جماعه عشان انا مستني راس مال ومستني حاجه من حد. انا بقدم الخدمه دي فور فري للناس، انا ما بتقاضاش اجر مقابل الكلام ده كله عشان كل الناس اللي طالعه بتشتمني وكل الناس اللي طالعه بتقول ان يتقاضى مش عارف ايه ولا ايه. انا طالع لكم في فيديو اهو بقول لكم انا ما باخدش اجر مقابل الكلام ده كله، وانا بعمل شغلي لعميلي اللي موجود في السوق. مش محتاج ان انا اعمل ده عشان اجيب بيه عملاء، مش محتاج ان انا اعمل ده عشان اعمل بيه الكلام ده كله. احنا الحمد لله شغالين والحمد لله لينا باع كبير قوي من السي في بتاعنا ومن الاكسبيرينس بتاعتنا في السوق. فعايز اقول لك انا يهمني في الاول وفي الاخر مصلحتك انت الشخصيه كعميل، ما يضحكش عليك، ما تجيش تولول، لان انا بلاقي في الاخر ناس الحقني يا باشمهندس ممكن تيجي تخش بعد، اصل انا حصل معايا 1 2 3 4 ولقيت النتائج مش حلوه، ممكن تيجي تكمل. ما تكمل من الاول. خلينا متفقين وخلينا عارفين انت كعميل ليك حق ان انت تذاكر مره واثنين وثلاثه وعشرة، ولما تيجي تاخد كونتراكت او هتذاكر او هتعمل حاجه مع حد مفيش حاجه اسمها عقد. انا بقولها لك بالبلدي، لان العقد ده انت مش بتبيع شقه. عقدك الحقيقي التصور اللي انت طالبه واحتياجاتك اللي موجوده عندك عشان تتنفذ بالطريقه اللي انت محتاجها. غير كده مفيش حاجه اسمها عقد. كونتراكت ده انساه خالص، لان هو حبه ورق لا يساوي المقدار اللي انت كاتبه في الورق. لكن تصورك هو ده العقد اللي هتمضي عليه عشان المواصفات اللي انت طالبها، عشان هي دي اللي هتبقى موجوده معاك. غير كده انزل اشتري خاماتك، انزل اشتري الماتيريال بتاعتك، اتعامل في الشغل بتاعك زي ما انت عايز. انا بفضل زي ما قلتها لك بالبلدي كده مرارا وتكرارا، زي ما شرحنا الثلاث انظمه، انا بفضل اخر نظامين حسب ارتياح العميل او النظام اللي هو هيرتاح له، او انت اختار الطريقه اللي ترتاح لك، انت شوف الطريقه ايه. انا قلت لك في نظام الباقه ما بفضلهاش، في نظام النسبه يعني حسب كل عميل بطريقته تتعامل فيها قد ايه، في نظام التوتال كوست ان هي يقول لك دي تكلفه قد ايه، اجمالي الشغلانه بتاعته او اتعابه بالرسم هيبقى 5 قروش او 6 قروش، زيها زي التصورات اللي هتتعامل بيها. في نظام كمان حاجه ميزه ثانيه بالمعاينه، يعني مثلا انت هتطلبني كام معاينه، انا ممكن زي ايه مثلا هقولها لك بالبلدي كده، مثلا مثلا انت عندك 20 معاينه 30 معاينه، عايزني في 30 معاينه بجانب الرسم، ده توتال كوست هدي لك 5 قروش. يبقى انا نزلت اشتريت معاك الفرنيتشر، نزلت اشتريت مره معاك تابعت العمال مره، تابعت توتال، تقسم التوتال ده كله وتتابع ده. دي ليها برضو طريقه ثانيه في طريقه التعامل او الحساب. كل الطرق دي انت تستفاد بيها كعميل وتحقق النتيجه اللي انت مرضي بيها، يعني انت كل ده تستفاد بيه. غير كده بقى يا باشا عايز اقول لك ما تتعاملش في نظام الباقه، ما تتعاملش في نظام التوتال كوست، ان هو يقول لك الشقه دي كام فدي 5 قروش وخلاص وتسيب له الشقه وكل سنه وانت طيب ودي دفعات وكل سنه وانت طيب. انت مش عارف الخامات اللي بتجي لك ايه، مش عارف الماتيريال، مش عارف طريقه التنفيذ ايه. فانا عايز اقولها لك بالبلدي، يعني خليك مذاكر كويس، تابعنا على الفيديوهات، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب واشترك معانا في القناه، وهتلاقي حبه معلومات كتيره جدا وموضوعيه جدا في موضوعنا. وابعتوا لنا زي ما بتبعتوا لنا الكومنتات بتاعتكم والمسجات وافضل مواضيع هنتكلم عنها وهنطرحها. وانا عارف ان ده بيسيء جدل وحبه ايه شوشره على الانترنت كده، وناس كتير قوي ما بتبقاش مرضيه باللي احنا بنعمله، بس انا جاي عشان ارضيك انت كعميل تستفاد مني بالمعلومه اللي تاخدها صادقه بدون انحياز. بالبلدي كده كلمنا في اي وقت، تابعونا، ما تنساش تفعل زر الجرس، تعمل لايك وسبسكرايب.
عشان تدعمونا وايه نفضل مستمرين معاكم. كان معاكم مهندس محمد تهامي، قناه تهامي ديزاينز. السلام عليكم.